لو انت فاكر ان مطاعم التجمع كلها سوشي واسماء بالانجليزي، فالنهارده هنعمل جوله سوا في التجمع عشان ارشح لك المطاعم اللي انا بحبها وشايف ان هي بتقدم لك اكل كويس باسعار كويسه. على مدار الاسبوع اللي فات نزلت وصورت ترشيحاتي انا برضو، فلو انت شايف ان في حاجات احسن او اوحش ممكن تكتبها لي، وممكن نعمل جزء تاني لترشيحاتكم انتوا في التجمع. التجمع مليان محلات اكل، بس اكتر مكانين فيهم مطاعم مجمع البنوك ووسط التجمع عند سيلفر و7 ستار. فعاوز ابدا من النص الاول بمحل انا رشحته قبل كده في الفطير، هو اليكس وان. هو مكانه مستخبي شويه، هتقف قدام 7 ستار وهتبص شمال كده هتدخل الممر اللي هناك ده، هتدخل الممر هتمشي فيه هتلاقي على يدك اليمين، هتلاقي اسعاره كويسه جدا سواء في الفطير او البيتزا. انا باكل عنده من 10 سنين تقريبا. هتجيب فطيره سجق وفطيره شوكولاته، وعشان هو ما عندوش قاعده ممكن تطلع الباركنج اللي جنبه وتفرش براحتك. اول حاجه فطيره السجق ميديم سعرها 88 جنيه. بحب فيها ان السجق مش مفروم قطع وما فيهوش بهارات كتير تغطي على طعمه، غير كده الفطيره بيبقى حجمها حلو وخفيفه على البطن. كنت بجيبها زمان سجق كيري، بس دلوقتي سجق بس. حلو قوي هنا ان السجق مش مفروم، السجق قطع فسجق نضيف. تاني حاجة فطيرة شوكولاتة، ونصيحة مني خليها شوكولاتة بالموز. فرق مش كبير، هي سعرها 85 جنيه، حجمها بيبقى حلو جدا بس محتاج اتنين معاك كمان عشان تخلصوها. واصلا ميكس الشوكولاتة مع الموز ده انا بحبه. الفطيرة هتلاقيها محشية كاستر من جوه بس حاجة بسيطة، وانا بحبها كده عشان ما تغطيش على الشوكولاتة. نوعية الشوكولاتة اللي بيستخدمها نضيفة نسبيا شوية ورشة بندق، وصدقني فطيرة حلو على مسمى. بص، ناس كتير عملت مسحب في مصر، بس انا بعد ما جربت بتاع البيك السعودي الاصلي اللي عامل مسحب بجد، هو مطعم اسمه باب الحارة موجود في التسعين الشمالي جنب مجمع البنوك. تجيب وجبة مسحب سبايسي 5 قطع، هي ب 104. ممكن تشوفها غالية شوية بس هي فعلا شبه البيك. بيجي مع الوجبة دي كمية بطاطس حلوة ورغيف عيش وعلبة تومية وكول سلو. السبايسي بتاعه لذيذ جدا، القرمشه بتاعته اللي بره دي حلوه قوي، الفراخ اللي جوه فراخ مش مفرومه او اي حاجه، فالمسحب جامد جدا هنا. حتى الخطوط بتاعته شبه البيك، وطبقة كريسبي رفيعة جدا، فالمسحب بجد هناك فاجر. انا معجب بيه جدا. ده اكتر مسحب شبه البيك في مصر. كمان ميكس المسحب مع التوميه بتطفي السبايسي شويه، والتوميه بتاعتهم حلوه. والمكان ده انا جربته قبل كده في المشويات برضه والشاورما حلو، وبيعمل عروض باسعار حلوه قوي كل شويه. وهنا حابب اشكر احمد لما عرفني بصراحه ما تاخرش عليا، فالراجل المناسب في المكان المناسب. لو رحت مجمع البنوك وعاوز قعده حلوه بقى وعزومه، فعليك على ابن الشام، ده اشهر مطعم سوري هنا. بس انا هرشح لك من عنده وجبه كفته فراخ سعرها 108 جنيه، ودي هاتها بره ما تقعدش جوه المطعم، مش مستاهله. بتبقى عباره عن رز وصباعين كفته فراخ وبطاطس وتوميه ومخلل وثلاث رغيفه عيش لبناني. انا زيك ما كنتش مقتنع اصلا بفكره كفته الفراخ لحد ما اخويا دوقهاني من عنده. يا جماعه طعم البهارات اللي فيها حلو قوي، وريحه الشوي فيها جامده جدا. كميه الرز متوسطه، بس لو ما شبعتش منها فهتجيب رغيف حلو كده وصباع كفته وتنزل بيه في التوميه مزاج. كمان البطاطس المدوره دي عليها بهارات طعمها حلو. وكان لازم اصور اكبر سيخ شاورما في مصر وهو بيلف وانا هناك، بيجيبوا له ونش يرفعوه اصلا. بعد ما تخلص ابن الشام وعاوز تحلي ارجع ورا شويه هتلاقي المدينه المنوره، عنده حاجات كتير حلوه. انا بحب اجيب ايس كريم شوكولاته وبسكوت مش علبه، بيزود تقريبا 4 جنيه. ايس كريم طبيعي طعم الشوكولاته حلو قوي وفيها زي شوكليت شيبس كده، وكمان البسكوته طعمها جامد. بجيب الشوكولاته دايما وبحب البسكوت عنده عن العلبه، كمان قطع مكسرات كده كمان. هو عنده اطعمه كتير من الايس كريم ممكن تختار منها، بس انا بحب الشوكولاته. لو عاوز تاكل شاورما مصري فاطلع على كايزو، واطلع على الفرع القديم اللي جنب استاد بتروسبورت. بس لو مستعجل فعندهم فرع في اول ال90 في درايف ثرو. دي من وجهه نظري من احسن شاورما لحمه مصري حاليا سواء في التجمع او براه. هو اي نعم السندوتشات اسعارها افورت شويه، بس ما زال بيديك كميه حشو حلوه في الساندوتش، وطعم الشاورما حلو وما فيهوش ليا كتير، فانا بحبه. لو عاوز تجرب شاورما الفراخ من عنده تمام، بس خليه يشيل من عليها النعناع، مش بقتنع بيه مع الفراخ. ممكن توميه بس هي شغاله، بس اللحمه اجمد. وما تنساش تجيب لك عصير مانجا من هناك بيعملها قطع، ومفيش احسن من عصير طبيعي تبلع بيه الشاورما بدل المشروبات الغازيه. في الفطار بقى هو في براندات كتير هنا، وهتلاقي برضو بشندي في مجمع البنوك. فانتوا رشحوا لي انا فطار، لاني بصراحه مش مستقر على حد معين. انا بس ممكن اقول اني جربت مكان اسمه سوبرانو موجود في سبوت مول، وجربته مره واحده، هو عنده فطار كويس، بس الاحلى فيه قعدته على البحيره. دي قعده رايقه شويه، ممكن تنفع خروجه مع زوجتك الصبح مثلا، لكن اكيد مش هتفطر منه كل يوم. تجمع مليان مطاعم وبراندات كتير، بس دي كانت كل ترشيحاتي، وحاولت اجيب حاجات مش براندات. فممكن نعتبر الفيديو ده جزء اول، وعاوز اعمل حلقه لترشيحاتكم انتوا بقى، فيا ريت تكتبوها لي تحت في الكومنتات. لو حابين نتوسع شويه في السلسله اكتبوا لي نروح مناطق ايه تاني. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو. شكرا جدا ليكم. سلام.